أهلا يا أساطير، معانا النهاردة حلقة أنمي جميلة جدا. أتمنى تعجبكم وما طولش عليكم، ويلا نبدأ الأنمي. تبدأ الحلقة وبنشوف الكل قاعدين على سفرة كبيرة بيكون عليها أكل كتير جدا، وبيقول لهم الراجل أبو شعر بني ياكلوا براحتهم. تقريبا بيكون الأكل عبارة عن خضار وفاكهة بس. فبتقول نويل في نفسها أنا عايزة لحم، وبنتي المشهد وبنشوف أنريد بتقول باراسيفال أنت مسؤول إنك تاخد الكل في جولة في الغابة، واللي مش لازم تروحي تدوري. وهي بترد عليه وبتقول له أنا كده كده هرجع الأصل وهدور في طريقي وأنا راجعة، وبتسيبهم وبتمشي. وبيسأل قال انه بيقول هو في ايه، بيقول له في حد مشى من الغابة مرجعش. اللي تقول نويل هو الولد اللي اسمه فيليب دوت. بيرد عليها وبيقول لها ويا رب ما يقعش في اي مشكلة. وبنشوف انريت وهي بتدور عليه في السوق ولكن مش بتلاقيه. ونشوف قال ان هو بيقول الالف دول مستهترين قوي. بترد عليه منين؟ لا هم كسولين. وبتسأل هو الالف ما يعرفوش يعني ايه شغل؟ بيقول احنا ما بيلقش علينا الشغل عشان نحمي نفسنا، بتتوفر لنا كل ده الاكل اللي بنطلبه بنلاقيه عشان الغابة جزء مننا واحنا جزء من الغابة. وبعدين بتشوفهم في مكان زي قهوة بيقعد يلعب شطرنج. وبتسأل نويل قال انه بتقول هو انت فعلا ناوي تقعد هنا؟ هو بيقول لها ايوه انا بفكر كده بجد. وبيقول لها المكان هنا حلو للعيش فيه والشعب كله طيب وهندرت قريبة ممكن ارجع في اي وقت. بتقول له ايوه تقعد هنا وانت اصلا علاقتك بهنريت كويسة. وبيقول لها انا وهنريت ما بتجمعناش العلاقة اللي انت متخيلها، مع انها برضو مش زي اي علاقة معروفة. بيقول ريس طب ما تقول هي بالنسبة لك ايه بالظبط؟ ولا صعب اشرح لك تقدري تقولي احنا مع بعض زي قدر؟ بتقول له ريسي يعني انت قصدك ايه؟ ويبدأ يخاف ويقول لها يعني مش قصدي. وبتدخل نويل في الكلام وبتقول قصدك زي جوز اتقبض عليه وهو بيخون. وبتقول ميلين من زوجة متوحشة. وبيضحك قال انه بتقول ريسي لا 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 ما قصدتش كده. بتقول لها نويل ما تخافيش انا هفضل هنا اراقبه عشان ما يعملش حاجة. بتقول لها ريسي هو انت هتفضلي هنا كمان؟ بتقول لها نويل بترد عليها ريسي يعني قررت خلاص تبقي الحاكمة بتاعتهم؟ بتقول لها نويل لا لسه ما اخدتش قرار، هفضل هنا لحد ما اخد قرار عشان اعرف افكر. وبيقول لها قال هتعمل ايه في الحداده؟ بترد عليه وبتقول له هبني ورشه هنا لان في اقزام كتير هنا ودي فرصه حلوه. وبيقرروا كلهم انهم هيعيشوا معاها. وبنشوف انرت وهي رايحه القصر للمملكه وبتقول لها انت عارفة ان الملك اغتال من سنة، وجات لنا اخبار ان انت مخبية حد من المشتبه فيهم عندي واتشاف في المدينة، واول ما اتشاف اختفى. بترد عليها انرت وبتقول لها مين قالك الكلام الفارغ ده؟ بتقول لها الصراحة دي كانت كذبة، هو اتشاف وشكله ما كانش من الامبراطورية اصلا واختفى اي اثر ليه. وبترد عليه مستحيل ان يكون خرج بره الحدود، وحسب معلوماتي اللي يقدر يستخدم السحر ده هو انتي بس. ويبدأ يدخل حراس البيت كله بيدوروا فيه. وبتقول لها طالما انت ذكية كده متخيلة ان انا ممكن اشيل دليل زي ده في بيتي؟ بتقول لها لا بس ممكن في الغابة الإلفية، سمعت انك بتروحي هناك كتير الفترة دي. بعدين بنشوف اوزوالد وهو داخل الغابة وبيلاقي وراه بارسفال وبيقول له انت دخلت هنا ازاي؟ بيلاقي الطفل اللي اختفى جنبه ويقول له معقول دخلت معاه؟ بيقول له اوزوالد انا عندي معلومات انكم مخبيين مجرم هنا، هو فين؟ وبيقول له بارسفال مجرم اكيد في حاجه غلط. وبعدين بيجي نفس الطفلين وبيكونوا عاوزين يدوله حاجه ياكلها وبيحاول بارسفال يمشيهم لكن اوزوالد بيزقه ويقع على الارض. والطفلين بيبداوا يخافوا وبيستخدموا قوتهم وبيعمل انفجار في الغابه. بينتهي المشهد لباقي الفريق وبيسمعوا الانفجار ويقرروا ان هم يروحوا يشوفوا في ايه. بعدين بيرجع المشهد في الغابة تاني وبيكون بارسفال استخدم قوته وحمى نفسه والأطفال ويكون عاوز يقتله، بس بتيجي نويل وبتلحقه فجأة وبيهجم عليهم، لكن ألين بيجي وبينقذ الموقف كله. بيقول هو أنا كل ما أجي أعيش في مكان بهدوء لازم يطلع لي حاجة تعرفني؟ بيقول له اوزوالد انت ايه اللي جابك هنا؟ هتموت انت كمان. ولما بيجي يستخدم قوته بيلاقي ان ألين وقفه. بعدين بيحاول يهجم على نويل لكن ألين بيوقفه برضه. بيقول له هو انت شايف الشعاع الازرق بتاعه؟ وبعدين بيقول له قلت لك مفيش فايده من اللي انت بتعمله. وبيتعصب جدا والين بيبدا يستفزه وبيجي يهجم عليه بالسيف، ولكن الين بيفاجئه وبيختفي وبيظهر من وراه. وبيقول له عايز اسالك سؤال، ليه كنت عايز تقتل الطفلين؟ بيقول له كفايه كلام ملوش لازمه. وبيهجم عليه تاني لكن الين بيتفادى الضربه وبيضربه ضربه واحده بسيفه وبيخلص عليه. بتقول نويل انا فرحانه قوي ان احنا انقذنا الاطفال دي لانهم لسه صغيرين عشان يفرقوا الصح من الغلط، ملهمش ذنب في حاجه حتى لو كانوا شياطين.
وبيكون اوزوالد مغمى عليه وبيقول كويس ان ان ريت مش هنا، عشان لو كانت هنا كانت هتبقى غضبانه قوي. ولسه بيكمل كلامه بيلاقيها وراه بتقول له مالها انرت، وبيرتبك شويه وبيقول لها حصل شويه ظروف معقده كده خلت كل ده يحصل. بعدين بتقول له انت عملت فوضى تاني، بيتاسف لها وبتقول له مفيش مشكله، انا هبقى اصلح كل ده. وبتقول لهم انا عندي اخبار حلوه ليكم كلكم، الحواجز في الطريق اتشالت، يعني ممكن ترجعوا المملكه في اي وقت. بعدين بنشوف هما بيودعوا نويل وبيقول لها بارسفال ممكن تقعدي هنا عادي من غير ما تبقي الحاكمه بتاعتنا. تقول له لسه في حاجات كتير لازم اعرفها قبل ما ابقى الحاكمه بتاعتكم. بيقول لها زي ايه؟ بتقول له زي اني اعرف اكتر عن عالم الشياطين والالف والبشر. بتقول له لو فضلت اسافر معاهم ممكن ابقى حاكمه كويسه. بيقول لها هنفضل نستناك، وبتودع الكل وبتمشي. اتمنى تكون الملخص عجبكم يا شباب، واعتذر ان احنا كنا وقفنا الفتره اللي فاتت، بس هنعوض ان شاء الله، وهننزل ان شاء الله 4 حلقات في الاسبوع. تابعونا وإن شاء الله نستمر في التقدم بيكم ومعاكم، والسلام.